كل سنة كانت عيلة صاحبتي جوليا بتعزمني على عشاء الكريسماس عندهم. فكرة الزينة اللي كانت ملفوفة حوالين بابهم، الريحة اللي كانت بتفوح وأنا داخلة. العيلة كلها كانوا موجودين، 10 أفراد ما بين كبار وصغيرين. لكن السنة دي كان الجو مختلف. عيون جوليا كانت متوجهة ناحية الباب. انتي كويسة؟ مستنية حد؟ جوليا تنهدت. لا، بس خايفة برنت يجي. برنت كان جوزها، راجل مش مستقر. اتجوزوا وهم عندهم 18 سنة واتطلقوا بعدها ب5 سنين. كان عنيف ومتهور، وكل العيلة كانوا شايفين ده من البداية إلا جوليا. كانوا في وسط إجراءات الطلاق، وبرنت خسر حضانة ابنهم بيتر من كام أسبوع. أنا شفته كام مرة قبل كده، وده كان كفاية إني أحس فعلا بالمشكلة. برنت كان عنده حاجة مظلمة في حضوره. قلت له إنه مش هيشوف بيتر لحد بعد الأجازات، بس هو مش متقبل الرفض. طلعنا أمر قضائي بعدم اقترابه، ما تقلقيش، انتي مع عيلتك. حاولت تبتسم، بس كنت شايفة الخوف في عينيها. بعد شوية واحنا قاعدين حوالين الشجرة، سمعنا خبط على الباب. وش جوليا بان عليه الخوف، والضحك اللي كان في الأوضة وقف تماما. قمت عشان أفتح الباب، ومتوقعة يكون ديليفري أو حاجة. لكن لما فتحت الباب نفسي اتقطع. ده كان برنت لابس لبس بابا نويل. كان عنده البدلة الحمراء والطاقية، وحتى دقن بيضة مزيفة مش مغطية وشه كله. لكن ده ما كانش بابا نويل المبهج اللي واقف قدامي. عيونه كانت باردة، وكان شايل شنطة ضخمة مليانة على كتفه. برنت، مش مسموح لك تكون هنا. زقني على جنبه ودخل البيت. جوليا شهقت وهي ماسكة بيتر بقوة. أنا بس جيت أجيب هدايا لابني، ده الكريسماس في الآخر. الأوضة كانت هادية تماما. أنت لازم تمشي يا برنت. عيونه ضاقت. أنا جيت كل المسافة دي، خلوني أشوف ابني ولو لدقيقة بس. الصمت في الأوضة كان رهيبا. كنت حاسة بعدم الارتياح اللي بيزيد كل ثانية. برنت بص لينا كلنا، وبعدين دخل إيده جوه الشنطة وسحب حاجة طويلة ومعدنية ملفوفة في ورق لامع. فتحها وطلع منها بندقية. برنت، إيه ده؟ قبل حتى ما أستوعب رفع البندقية وبدأ يلف بيها حوالين الأوضة وهو بيتكلم بصوت هادي بشكل مخيف. كلكم اتقلبتم ضدي، أخدتوا مني كل حاجة، أنا بس عايز عيلتي ترجع. الأوضة انفجرت بالفوضى. جوليا صرخت وهي بتشد بيتر وراها، والناس جروا علشان يستخبوا. أنا تجمدت، إحساس غريب من الرعب شلني وأنا بشوف برنت بيبدأ يضرب نار. استخبيت ورا الكنبة ومسكت إيد جوليا وجرينا مع بعض وهي مسكت بيتر. برنت ضرب نار على أبوها مرتين في صدره، وبعدها طارد أمها في المطبخ وخلص عليها. كنت سمعاه بيتكلم وكأنه بيكلم نفسه. كلامه كان كله عن الخيانة وعن كل حاجة خسرها. صوته كان مزيج من المرارة والغضب، وصوته مخوفني. أخذوا مني كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. بالعافية وصلنا للممر الخلفي، وأنا وجوليا دخلنا بيتر جوه الدولاب. اديتها موبايلي وقلت لها تسرع وتكلم البوليس، وأنا هحاول أشغله. زحفت لحد باب البيت أملاً إنه يشوفني من المطبخ ويجري ورايا. وأنا ببص ورايا شفت الخراب اللي سببه، الزينة المكسورة، المشروبات المدلوقة، والدم اللي مالي الأرض. برنت صرخ من المطبخ، انتي أكيد مش بتحاولي تسيبي الحفلة بدري، مش كده يا إليسا؟ جريت، لكنه ضرب علي نار. رصاصته دخلت في رجلي ووقعت على الأرض. ده كان أكتر وقت خفت فيه في حياتي، وأنا بحاول أزحف لحد الباب وهو ماشي ناحيتي بالسلاح. شفت أخو جوليا وعمها واقعين في دمهم، وعرفت إن مصيري هيبقى زيهم. كان خلاص قرب يضرب، لكن فجأة جوليا ظهرت من اللاشيء. هجمت عليه وصرخت لي إني أهرب. قمت على رجل واحدة وطلعت بره، وجريت على الجيران يساعدوني بسرعة. لحظتها سمعنا صوت طلقين نار تانين. عربيات البوليس وصلت بسرعة ودخلوا البيت، بس لقوا بابا نويل الدموي قاعد وابنه على حجره، والبندقية مرمية جنبه، جنب جثة جوليا. برنت اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
أنا أخدت حضانة ابن جوليا اللي فقد عيلته كلها بسبب الراجل المجنون ده. الجرح ده عمره ما هيلتئم. القصة مستوحاة من مجزرة كوفينا، واحدة من أكتر الجرائم صدمة في التاريخ الأمريكي الحديث. الحادثة حصلت ليلة الكريسماس 2008. بروس جيفري بارو اللي كان مطلق حديثاً ومليان غضب وصل لبيت أهل مراته السابقة في كوفينا، كاليفورنيا، لابس لبس بابا نويل. العيلة كانوا بيحتفلوا بتجمعهم السنوي، وكان حوالي 25 شخصاً موجودين. فجأة بارو دخل البيت وبدأ يضرب نار بمسدسات شبه أوتوماتيكية، قتل بيها عدد من الموجودين. بعد كده ولع في البيت كله. 9 أشخاص ماتوا في الليلة دي، منهم مراته السابقة سيلفيا بارو. المجزرة كانت دافعها الطلاق المر ومشاكله المالية اللي شملت خسارته شغله مؤخراً وإجباره على دفع نفقة كبيرة لطليقته.